ب3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، وكمان البيض يكون حجمه متوسط. نزلت عليهم بمعلقة كبيرة من الفانيليا، ويفضل يكون فانيليا سايلة لأن ريحتها ونكهتها بتبقى أقوى. حطيت كمان كوباية ونص من السكر وكوباية من الزيت، الكوباية اللي عيرت بيها السكر عيرت بيها الزيت بتاعي. حطيت علبتين من الزبادي، وبرضو الزبادي يكون بدرجة حرارة المطبخ، وبدأت أميكس كل الكلام ده مع بعضه كويس جدا، لأن عايزة الخليط يكون كريمي جدا وفي نفس الوقت لونه يبقى فاتح. جبت عندي الدقيق، جبت 3 كوبايات من الدقيق، نخلتهم مرتين 3 كده، يعني كل ما ننخل الدقيق كل ما يبقى النتيجة معانا كويسة جدا. 3 كوبايات من الدقيق، الكوباية برضو اللي عيرت بيها السكر والزيت، وعليهم كيس كامل من كيك شيف او البيكنج باودر. وهبدأ اقلب الاول قبل ما اشغل المضرب بتاعي، هقلب الخليط ده الاول عشان الدقيق ما يطرش.